طيب انا كده خلاص خلصنا الفرش، انا بس غيرت السجاده. احنا نسينا حاجه مهمه قوي، ان احنا دلوقتي عاملين الفرنيتشر، عاملين الفرش بتاعنا في لاير دورز، ما ينفعش الكلام ده. احنا هنعمل نيو لاير ونسميها فرنيتشر، ماشي، وهعلم عليها، وبعدين اعلم على كل الفرنيتشر اللي احنا عملناها دي كلها بلا استثناء، ونقوم مدخلينها في اللاير بتاعتها. تمام. طيب هخلي بس اللون بتاعها يكون مش ابيض فاتح قوي كده، هخليه رصاصي عشان ما يبقاش باين قوي كده. طيب نيجي بعد كده هنعمل لاير بقى الهاتشنج، هنعمل لاير للهاتش. هخليه برضو مش باين قوي يعني، هخليه رصاصي شويه. اوكي. وبعديها هجيب الامر هاتش، احنا خدناه قبل كده في الاوتوكاد، بنجيبه يا اما من هنا يا اما اتش، الاختصار بتاعه اتش. هبدا اعلم الاول على هاتش اسمها ايه دي، الحيطان لوحدها الاول. وخلي بالكوا لو انت مش مقفل حيطانك كويس او مش مقفل التقفيله بتاعتك كويس، هتلاقي ان هو بيعمل لك ايرور. تمام. ونيجي نعمل هنا كده، وعندك حيطه هنا وحيطه هنا بس، بضغط انتر. طبعا ده مش هاتش الحيطان، فبعلم عليه تاني وببدا اختار هاتش الحيطان اللي هو ده. لو السكيل بتاعك مش مظبوط بتظبط السكيل من هنا، اللي هو اما تصغر السكيل بالمنظر ده كده، تصغر اكتر، ماشي، يا اما بتكبر السكيل. طيب ده كده هاتش الحيطان. هنعمل هاتش اسمها ايه دي، العمدان، ده كده وده كده وده وده، واعمل انتر وبعدين اعلم عليهم، اختار الهاتش بتاع العمدان تاني، ده كده كويس. بس كده ما عندناش اي هاتش تاني. احنا على فكرة كنا ممكن نشيل السجادة دي ونعمل هاتش للارض، يعني مثلا لو اعتبرنا ان هي دي السجادة، هي دي الارض عايزين نعملها سجادة، يعني كنا نقدر نعمل كده ونختار الهاتش بتاع السجادة بقى اللي احنا عايزينه. يعني في هنا كذا هاتش، مثلا نقوم عاملين السجادة كده ونصغر السكيل، هنعمله مثلا 0.60 مثلا، ونشوف كده مناسب. لا ده عايز يصغر اكتر بكتير، يعني ممكن نعمله 0.6 واعمل انتر. هيبقى بقى دي كده هتبقى عندك سجادة، هتبقى بالمنظر ده بقى ماسكاها كلها. فاحنا نقدر نعمل بالهاتش نعمل بيها سجادة او حاجة، ويبقى شكلها حلو برضو، مش هتبقى وحشة يعني. تمام. فانا هعمل كنترول زد وهخلي الدنيا ايه فاتحه عندي بالمنظر ده. بعديها اخر حاجه هنبدا ان احنا نعمل لاير جديده عشان خاطر نعمل المقاسات. هسميها انوتيت مثلا، واخليها بلون فاتح شويه، ماشي، هخليها باللون ده مثلا واعمل اوكي. وابدا ان انا اعمل الانوتيت بتاعي بعمله ازاي؟ بعمله يا اما بالدايمنشن دي يا اما بالدايمنشن دي. فعادي بقى انا هعمل، بتاخد كده كده وتقوم حاططها هنا كده وتختارها تاني، وتبدأ تاخد الأبعاد الأساسية عندك الأول، وبعدين تبدأ تاخد بالبعد التفصيلي اللي هو كده كده كده. استنى كنترول زد، ناخد الأمر ده، هنعمل كده، ماشي كده. بس استنى، دي كده كل اشكال الانوتات اللي احنا بنحتاجها. تمام. اللي هو لو انت عايز تعمل طول ارك، الراديوس بتاع اسمها ايه، دايره، او خط على زاويه مايله، وعايز تاخد مش الارتفاع القائم، انت عايز تاخد الضلع المايل نفسه. تمام. بس انا كنت بقول ليه بقى استنى، عشان خاطر انا عايزه دلوقتي ان انا حاساهم كبار قوي، فعايزه اعدلهم. طيب بنعدل الحاجات دي ازاي؟ بنعدلها من هنا في الانوتيت ده كده، كنا بنعمل الدي بالظبط، ماشي.
وتقدر يا اما تعدل على الستاندر يا اما تعمل نيو. انا بحب اعمل نيو، باخد منه كوبي، ما بعدلش على حاجه ستاندر عندي، وابدا ان انا اقلل بقى شويه يعني مثلا انت مجرد ما هتعمل هنا كده هيبان عندك الحاجات كلها، مجرد ما هتعمل هنا كده هيبان عندك ايه التغييرات اللي بتحصل، فاهميني؟ اهو مجرد ما تعمل كده هيبان عندك ايه التغييرات اللي بتحصل، واضح اهو. تمام. لو جيت هنا على السيمبل بدل ما يبقى اخره خطين، لا انا عايزه مثلا اخره يبقى شرطه مايله كده مثلا زي ما كنا بنعمل. طب العرض بتاعها يكون قد ايه، الطول بتاعها قد ايه قصدي، ماشي. الزاويه بتاع 45 ولا لا، التكست نفسه الارتفاع بتاع التكست هيكون كام، ماشي. بيبقى بالمنظر ده كده. هتخليه في السنتر ولا هتخليه فوقيها كده، ماشي. وده كذلك هتخليه كده ولا فوقيها، ماشي. فهو انت بتعدل في كل حاجه انت ده الارتفاع الكلام اللي عن الخط هيبقى مرتفع عنه قد ايه، بتعدل في كل حاجه قدامك عشان خاطر تبقى مناسبه ليك. انت تقدر تلعب وتشوف التغيرات اللي بتحصل قدامك هنا وتعمل 2 كليك عليها، خلاص كده. وهنعملها set current ونقول close. تمام كده. طبعا انا مش حاسه باي اختلاف عشان انا ما عدلتش اي حاجه مظبوطه، احنا قعدنا ايه نعدل كده يعني. بس وكده احنا بنعملنا الانوتيت. انا مش عايزه اطول قوي في دي عشان انا اصلا ما بحبش يعني انا بحب شغل الاوتوكاد في التصميمات دي يعني. ما بحبش احط الانوتيت على الاوتوكاد بس. تمام يعني هي بتبقى يعني ببساطه اهي. انا بحب اعمل الانوتيت على الريفت، اسمه على الريفت بيبقى اذكى بكتير واحسن وافهم يعني. بس ساعات طبعا بتتحط ان انت عايز بتتحط فوق انت عايز تشتغل يعني. فهو بيبقى بالطريقه دي وبتعدل عليها براحتك، ماشي. مش هاخد وقت فيها طويل، بس كده مجرد ما انت عملت ليفنج فانت تقدر تعمل اي اوضه من الاوض في اي شقه. يعني لو انا عملت جنبها دلوقتي، عملت مستطيل جنبها دلوقتي وقلت ده المطبخ وهنقعد نشتغل دلوقتي نعمل مطبخ، طب ما هو هيبقى نفس الكلام. فمادام اتدربت على ده انت دلوقتي بقيت بتعرف اوامر كتيره في الاوتوكاد. بقيت من اول حصه ليك او من احنا تاني حصه لينا دلوقتي في الاوتوكاد احنا بنعمل اوضه ليفنج روم كامله بالمنظر ده. فالمستوى هتلاقوه بيعلى اسرع لو انتوا فعلا بتطبقوا الحاجات. بس كده هنعمل سيف للمشروع. وده كده كان التاسك التاني بتاعنا في الاوتوكاد. ان شاء الله التاسك الجاي نعمل اوضه تانية، نعمل مثلا مطبخ او نعمل حاجه بحيث ان احنا واحده واحده نقفل شقه كامله.